السلام عليكم. حبيت أشارك أصحابي وأصدقائي وبناتي في قلب العمل بفرحتهم بأولادهم بتفوق أولادهم في الدراسة، وكان الأيام دي بمناسبة الاحتفالات دولة الكويت الحبيبة، وفي نفس الوقت حفلات التفوق بتاعت أولادهم وبناتهم. فحبيت أشاركهم الفرحة وعملت لهم الكيكة النهاردة البسيطة ديت، يا رب تعجبهم إن شاء الله. ويا رب من الأعلى للأعلى دايما يا رب العالمين، وربنا ما يقطعها عادة، وكل سنة وأعملها لكم إن شاء الله وأنتوا فرحانين بأولادكم. الكيكة ديت أنا عملتها سويس رول بالسبونج الجاهز. اتبعت التعليمات حسب العبوة، وبس زودت عليها 3 معالق من النشا وعملتها وحطيتها في الصاج. وفي الفرن طلعتها. بعد ما طلعتها كنت مجهزة الكريمة بتاعتي وحطها في التلاجة، وقسمت الكريمة بتاعتي 3 ألوان: الأبيض والأحمر والأخضر حسب أعلام دولة الكويت، والأسود 4 ألوان، والأبيض طبعا أساسي عندنا. غلفتها بالسويس رول بعد ما لفتها وحشيتها مربى. غلفت مربى وطبقة تانية كريمة، يعني حطيت مربى في نص ونص تاني كريمة. بدأت بقى أغلف بالكريم شانتيه الأبيض، وبعدين بدأت ألون بقى 3 ألوان: أسود وأحمر وأخضر، وبدأت أغلف فستونات كده فوق السويس رول بتاعي أو الكيكة بتاعتي. بس كده، وكتبت لهم عليها ألف مبروك. وطبعا الكيكاية ديت لكل الناجحين وكل حبايبي وكل اللي أعرفهم يا رب، وكل أصدقائي اللي على اليوتيوب وبأولادهم ونجاح أولادهم وتفوقهم. كل سنة وأنتم طيبين ومن الأعلى للأعلى دايما. وبخص زميلاتي وبأولادهم يا رب تفرحوا بيهم دايما، وعقبال تخرج الجامعة إن شاء الله، وتفرحوا بيهم يا رب وهم كده في أعلى المناصب. يا رب الفيديو ده يكون خفيف على قلبكم وحاجة بسيطة كده. وطبعا الاسبونج انتوا عارفين هو جاهز وما بياخدش حاجة، يا دوبك انت بتتبعي التعليمات، بتحط كله على بعضه ب3 بيضات، وبقية الاسبونج دي بتحطيه وكله بايدك كده بالمضرب العادي اليدوي او بالمضرب الكهربائي. وبعد كده انا زودت عليه 3 معالق من النشا. وزي ما حضراتكم شايفين طلعت جميلة جدا وحلوة، الكل شكر فيها. يا رب دايما الأفراح كده ويبعد عننا الغم يا رب العالمين، ويسهل أمورهم يا رب وأمور جميع المسلمين يا رب العالمين. يا رب الفيديو ده يعجبكم وينال رضاكم، وما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. حطيت لهم كمان علم الكويت عنصر من العناصر، افتكروها عنصر من العناصر بتاعتي. حطيت لهم صورة علم الكويت، ويا رب يعجبكم إن شاء الله. ألف مبروك للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.